وكذلك وحنا خارجين قرينا دعاء السفر حنا والوليدات وخرجنا في الطريق، كانت زوينه وخاويه والحال بارد. وكذلك داك التيليباس اللي درنا اللي شرحت معكم في الفيديو السابق ساعدنا بزاف في الطريق، ما تنحتاجوش نوقفوا حتى تربحوا بزاف ديال الوقت. اخواتي وقفنا في واحد لاوتوغريل في الدخله ديال فرنسا باش نديروا المازوت، وهنايا باش نوري لكم الثمن ديال المازوت تيدير اورو و79 اللتر. وهنا اخواتي غادي ندخلوا في البياج ديال فرنسا، وراه خدام فيه داك تيليباس. يعني ما تحتاجوش توقفوا، حتى الوليدات الا كانوا ناعسين ما تيفيقوش بالصداع ديال ديك الماكينه فاش تبغيو تخلصوا، وغير كتوقفوا الوليدات غير تيوقف الواحد تيفيقوا. يعني راه زوين وكومودو. وهنايا في الطريق ديال فرنسا فيها البياج بزاف، يعني لاوتوسترادا تتخلص، راه خلصنا تقريبا ما عرفت شي 5 أو 6 ديال المرات بالتيليباس، ماشي بحال اسبانيا ما فيهاش الخلاص بزاف، غير بعض مرات ماشي بزاف. وهنا راه حنا باقيين في الطريق ديال فرنسا، قراب باش ندخلوا ان شاء الله للسبليون. صراحه لقينا الطريق يعني زوينه، ما فيهاش ترافيك بزاف. لقينا شويه الترافيك في السبليون، ما لقيناش بزاف فرنسا. اما السبليون واحد يعني في واحد الوقيته جواه ديك 4 ديال حتى 5 ديال العشيه لقينا شويه ديال الترافيك، واضطرينا يعني باش تعطلنا واحد شويه، ولكن يعني واخا هكا كرهنا الوقت كامل. الجو كان زوين، يعني ما كانش يعني الحال سخون بزاف، كان شويه يعني بارده. وهنايا صورت لكم بعض المناظر زوينين بزاف مع هاد المروحات هادو اللي تينتجوا الطاقه. قلت علاش لا ما نصور لكمش بعض المناظر ديال الطريق زوينين بزاف. اخواتي رحنا في الطريق ديال السبليون، حنا تنمشيو كل مره تنوقفوا نرتاحوا، تنسوي مثلا راجلي 3 السوايع 4 وتنوقفوا باش نرتاحوا حتى نكملوا الطريق. هنايا وقفنا في واحد البارك زوين بزاف، فيه بزاف ديال الكراسه والطبيلات، وكذلك فيه واحد البارك للوليدات الصغار اللي بغا يلعبوا فيه شويه ديال اللعاب، ماشي بزاف ولكن يعني زوين بزاف كما شفتوا. تنحاول نقربوا لكم باش تشوفوه، يرتاحوا الوليدات شويه ويتحركوا. وهنا خديت باش نشارك معكم الفطور اللي فطرنا. خدينا معنا شويه د الحليب ونيسكافيه، وكذلك دوك القريشلات اللي وريت لكم في الفيديو السابق، نوتيلا والبيض سلقناه قبل ما نمشيو من الدار، شويه ديال الفرomاج. وخدينا معنا كذلك دوك الكيسان وزايد يتجاهد مع الطباص. لو خدينا هذا الريشو هذا تنسخنوا فيه الحليب، حنايا دينا غير الحليب، ولكن كاين الناس اللي تيجيبوا حتى اتاي تيعمروا اتاي ويجلسوا هنايا تياكلوا، كاين اللي تينعس كذلك يرتاح وتيكمل الطريق. راه البارك زوين بزاف، وكاين البارك بزاف يعني القدام، خاصكم غير تمشيو في البلاصه يعني البلايص اللي يكونوا عامرين، ما تمشيوش لذاك البارك اللي تيكون خاوي ما فيه حتى واحد. وهنايا راه يعني فين قطعنا البيي ديال الباطو قطعناها قبل في السبليون قبل ما نوصلوا للجزيره، الجزيرات او الخزيرات قطعناها قطعنا في الباطو AML افريكا ماروكو لينك. زوين بزاف يعني، غير هو ما فيش يعني من داك الباطوات اللي فيهم البيوتا، هذا اللي ركبنا فيه حنا يعني باطو صغير تيهز غير الطوموبيلات وكذلك الكاميوات الا كانوا. والفوق كاينه واحد يعني واحد البلاصه يجلسوا فيها الناس، يعني فيها الطواليت، فيها عزكم الله، فيها كذلك اللي بغى يشرب قهوه او بريوش، فيها كذلك البيتزا
توصل للميناء. وهنايا راه حنا وصلنا للميناء ديال الخزيرات. هذا راه باطو واحد اخر سميتو بلاريا على ما اظن، يعني الناس راه تيركبوا فيه. حنا راه تنتسناو الباطو ديالنا ان شاء الله باش غادي نطلعوا. وهنايا من بعد ما جا الباطو حنا طلعنا ليه يعني زعما باش نمشيو ان شاء الله. كما قلت لكم هو راه باطو صغير يعني ما فيهش البيوته. وهنا تنحاول نصور لكم البحر واخا ما تيبانش يعني في الليل، ماشي بحال بالنهار، ولكن قلت علاش لا نصور لكم واحد شويه. هذا هو الباطو يعني الشركه اللي جينا معاها، هادو هما الباطوات ديالها. كاين هذاك الباطو اللي شرحت لكم قبيله بلاريا. وهنا من بعد ما دزنا في الديوانه راه حنا في الطريق ان شاء الله باش نمشيو للدار. وراه حنا يعني في الطريق ديال طنجه غادي ان شاء الله باش غادي نوصلوا للدار. هنا راه حنا وصلنا للرباط يعني. حاولت نشارك معكم هذه القنطره هذه.